مسلسل مسار إجباري كان من أكتر المسلسلات المنتظرة بالنسبة لي في رمضان، نظرا لأبطاله ومخرجته، وكمان البطولات الشبابية بارزة جدا في آخر فترة، وده اللي دفعني أشوفه. في رأيي أول حلقات المسلسل كانوا رائعين، بناء درامي ممتاز وفرش للحبكة والشخصيات من أروع ما يمكن، وخصوصا إن البلوت عجبتني جدا. الأب اللي بيسيب لأولاده أسرار وألغاز كتير، وكل شوية نكتشف حاجة عن ماضيه، والدراما برزت جدا في البداية، ولكن لما دخلنا اكتر في الاحداث النتيجة للاسف محبطة. وهنا تيجي اكبر سلبية في المسلسل، وده بسبب السيناريو اللي قرر انه يحرق معظم احداثه. يعني مثلا انا افتكرت ان علاقة الاخين والامهات هتبقى محبة بعد عداوة، لكن فجأة كل حاجة تمام من الاول، كلهم ضد جانب الشر. وبالمناسبة هو كمان من أسوأ ما يمكن، رغم انه في ممثل رائع زي رشدي الشامي، لكنه كان غير موفق وأداء تمثيلي كرتوني وسطحي جدا. وآخر حاجة ضايقتني المط والملل، رغم انه مسلسل قصير فضلنا حوالي 10 حلقات مش بنعمل حاجة، والإيقاع بقى بطيء. وفجأة في آخر حلقتين قرر يحط كل الأحداث مرة واحدة، رغم إنه كان عنده فرصة يقدم ده بالراحة، ومن خلالها عامل السسبنس كان هيعلى أكتر. الأداء التمثيلي رائع من عصام عمر، وشخصية مختلفة وجذابة وأتقنها الصراحة. أحمد داش رغم إننا شفناه كده كتير، بس ما أقدرش أنكر إنه جيد. بس التمثيل الأعظم كان لصالح صابرين وبسمة، وبقالي كتير ما شفتش أمهات في الدراما بالروعة دي. وليد المغازي في دور الولد الهاكر عجبني جدا، وعنده لازمة حقيقي دمها خفيف جدا. على مستوى الإخراج نادين خان قدرت تطلع صورة بصرية ممتازة، مع الألوان والاعتماد على المشاهد الخارجية والتصوير في أماكن حيوية وكلنا نعرفهم، زي وسط البلد والسيدة زينب. بشكل عام مسلسل كان عنده فرصة يكون أفضل من كده، رغم إنه احتفظ على بعض اللحظات الممتعة، بس المحصلة النهائية تجربة مربكة وعادية. تقييم النهائي 5/10.